السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غنعلنوا معلومه جديده ما عمرها تقالت وحصريه على الدعم المباشر للاسر المستحقه للدعم اللي اعلنت عليه الحكومه مؤخرا، واللي غيبدا صرف هذا الدعم الاخر ديال هذا العام في شهر 12 2023. اذا غنتكلموا على فلوس الدراري وغنعطيو معلومات جديده عليها. الدراري واش كيقراو، واش ما كيقراوش، منين يوصلوا سن التمدرس، شنو الشروط، والا كانوا ما كيقراوش شحال غيشدوا، واش غيشدوا شي دعم حتى هما ولا لا، واش غينقصوا لهم من الدعم ولا شنو غادي يوقع. غنتكلموا على اقل حاجه غتعطى في هذا الدعم، غنتكلموا على الاطفال المعاقين، الاهم من هذا الشيء غنعطيكم اليوم العتبه اللي حددت الحكومه لهذا الدعم ولا لاستحقاق هذا الدعم. عتبات الاستحقاق، الا جبتي في المؤشر ديالك هاد العتبه اللي غنعلن عليها اليوم ولا قل منها غتستافد من هاد الدعم، الا جبتي فوق منها ما غتستافدش من هاد الدعم. تبع هاد الفيديو حتى الاخر وما تنساش تبارطاجيه باش هاد المعلومات توصل لاكبر عدد من الناس. ندخلوا في الموضوع مباشره. فلوس الدراري كلكم شفتوا وسمعتوا وعرفتوا انه بدايه من الاخر ديال هذا العام اي واحد عنده شي وليد غيولي يتخلص عليه. غتكون 4000 ريال الاخر ديال هذا العام و2024 كلها، كل شهر غتشد عليه 4000 ريال الا عندك شي ولد ولا بنت قل من 6 سنين، اي من 0 حتى ل5 سنين، كيقرا كي ما كيقراش. ولكن الا وصل 6 سنين ولا مفروض عليك يكون تيقرا، يكون داخل المدرسه، لانه وصل سن التمدرس حتى ل 21 سنه. هاد الفئه هادو ديال من 6 سنين حتى ل 21 سنه ضروري يكون تيقرا باش تشد عليه هاد المبالغ اللي ذكرنا. 4000 دابا في 2024 كل شهر، و2025 5000، و2026 6000 كل شهر. اذا الا ما كانش كيقرا واش ما غنشد عليه والو؟ لا. الجديد اليوم اللي غنعلن عليه انك غتولي تشد عليه 150 درهم اخر 2023 و2024 كلها و2025، وغتولي 200 درهم في 2026. ومستثني من هذه القضيه هذه الاطفال المعاقين. الا عندك شي اطفال معاقين الاخر ديال هذا العام هذا و2024 كلها غتشد عليهم 6000 ريال، 2025 غتولي 7000 ريال، وفي 2026 غتولي 8000 ريال كل شهر لهذا الطفل المعاق. كي كيقرا كي ما كيقراش، سواء وصل سن التمدرس ولا ما وصلش، سواء وصل 21 سنه ولا فاتها، ما غيتوقفش الدعم ديال الاطفال المعاقين. نقطه اخرى بالنسبه للدعم، راه اقل حاجه 500 درهم. اذا انت دابا عندك طفل واحد راه ما غتشدش دابا 4000 وفي 2025 تولي 5000 وفي 2026 تولي 6000، لا، غتبقى تشد 500 درهم من دابا الى ما لا نهايه مادام عندك طفل واحد. الا عندك جوج اطفال غتبدا تشد دابا 500 درهم، واخا دايرين غير 4000 لكل طفل، غتبدا تشد دابا 500 درهم، وفي 2025 500 درهم، وفي 2026 غتولي 600 درهم لان 6000 لكل طفل. مستجد اخر بالنسبه للرابع والخامس والسادس، كنا قلنا انهم ما كيشدوش هذه المبالغ، دايرين لهم غير 720 ريال اللي هي 36 درهم. بالنسبه للاطفال اللي كيقراو الرابع والخامس والسادس، الا ما كانش كيقرا، وهذا هو الجديد كذلك، راه ما غتشدش عليه 720 ريال 36 درهم، غتشد عليه غير 24 درهم اللي هي 480 ريال لهذا الرابع والخامس والسادس الا وصل سن التمدرس وما دخلش يقرا. وبالنسبه للاسر اللي ما عندهمش اطفال، سواء جوج كبروا ولادهم كبروا فات 21 سنه، ولا جوج يلاه مجوجين وما والدينش مازال ما ولدوش ولا ما كيولدوش، فهادو اقل حاجه غيشدوها 500 درهم، لان هي اقل مقدار للدعم. غيشدوا 500 درهم بشرط انهم يجيبوا المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد يساوي او اقل من العتبه اللي غنعلن عليها اليوم في هذا الفيديو. اذا نجيو للمعلومه المهمه اللي ذكرت في هذا الفيديو حصريا اليوم ومن مصادر متطابقه. غنقول لكم العتبه اللي غادي تحدد الحكومه لهذا الدعم اللي هي 9.743 9.743 او اكثر تحديدا 9.743.001. اذا سجلوا عندكم هذه العتبه. الا عندك المؤشر كيساويها ولا قل منها راك مؤهل ولا مستحق للدعم، لان هذه هي عتبه الاستحقاق للدعم المباشر اللي جات كما قلت من مصادر متطابقه، منها مصادر صحفيه وحتى مصادر سياسيه، وغادي نذكرها لكم بالاسماء. اذا نعاود نكرر، العتبه ديال الدعم هي 9.743 واكثر تحديدا 9.743.001. وهذه العتبه جات كما قلت من مصادر صحفيه، منها جريده الاخبار بريس
وجات كذلك على لسان برلماني عن حزب الاستقلال اللي هو من الاحزاب اللي كتكون الحكومه اللي اعلنت على الدعم. تحيه لكم، الله يعاونكم.